ما أهمية أن نعرف قصة بلال ولكننا لا نتعلم منها شيء، إنما هي تذكرة أن أمثال بلال من الصحابة الكرام الذين تخرجوا من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام هم القدوات الحقيقيون الذين لا بد أن نتخذهم قدوة في حياتنا. بلال، المقداد، سلمان، صهيب، عبد الله بن مسعود، غيره، هؤلاء هم أجدادنا، هؤلاء هم ساداتنا، هؤلاء هم الذين ينبغي أن نتخذهم قدوات في حياتنا. جميل أن يتخذ أحدنا بلال قدوة، وأن يصنع كصنيع بلال، وأن يثبت على دينه كثبات بلال، لا أن يتخذ المطربين والمطربات، الممثلين والممثلات، لاعبي كرة القدم من الكفار قدوات في حياته. مصيبة أن يترك الإنسان أصحاب أمثال بلال ثم يأخذ قدوة له من المخنثين والمخنثات في هذا الزمان. أيترك بلال؟